السلام عليكم. لفت نظري حاجة إن إحنا عايشين في الدنيا دي بنجري ورا الفرح الوهمي. الغريب إن إحنا عمالين نغني ونرقص ونسكر ونخون ونقتل ونكذب ونحقد على بعض، وإحنا على قشرة في الأرض ممكن تتهز وتنتهي وتتزلزل، وجوف الأرض الملتهب يبلعنا كلنا في لحظة ونفنى وتخلص الحكاية كلها. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فوقوا من الغفلة في آيات من القرآن الكريم. كمان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من أحببت فإنك مفارق، امتلك ما امتلكت فإنه للتراب، اعمل ما عملت فإن عملك مصاحبك. افهم من كده إن كل حاجة هتفارقنا ما عدا العمل، هو اللي هيصاحبنا للرحلة النهائية، رحلة الموت، رحلة الخلود، أو الطريق إلى الجنة أو النار، واللي بيبدأ بالقبر أول منازل الآخرة، ثم النفخ في الصور، البعث، الحشر، الشفاعة، الحساب، تطاير الصحف، الميزان، الحوض، امتحان المؤمنين، الصراط، النار، القنطرة، ثم الجنة اللي هي مأوى المؤمنين. رحلة طويلة مستنياك، وفي الآخر يا جنة يا نار. فالسؤال بقى، احنا لسه ما فهمناش بعد كل ده وبعد كل الآيات والكوارث اللي بنشوفها كل يوم وكل الرسل والكتب اللي بتحاول تفهمنا، ولغاية دلوقتي ما فهمناش. فإمتى هنفهم؟ ولا هنفضل ماشيين لحد ما الحكاية تخلص فجأة؟ فالسؤال اللي بيكرر نفسه، يا ترى هنفهم؟ وإمتى هنفهم؟ وهي دي كل المشكلة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعدها على خير يا رب. تيتا كوي، دافاي ديسفيداني.